بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حينما كان أخي عبد القادر يتحدث في هذا المدخل الطيب، تذكرت جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال. سبحان الله. القرآن الكريم يرسل آيات، بينات، منبهات، مبشرات، نذر، كل هذه الرسائل الصادرة من جهاز الإرسال صحيحة، ولكن يدرى كيف راه جهاز الاستقبال. صحيح. هل جهاز الاستقبال لدى الإنسان سليم يستقبل الرسالة كما هي أم لا؟ أخي عبد القادر قال قبل حين كي يقول رب سبحانه يا أيها الذين آمنوا. المؤمن يجب أن يستشعر وأن يشعر بتلك المسؤولية لتخليه ينتبه إلى هذا الأمر، إذا فيه أمر، إذا فيه نهي، إلى آخره. حينما أعود إلى هذه الآيات وأجيبكم في الوقت نفسه عن سؤالكم أخي أحمد، ربنا سبحانه حينما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، أتذكر الشفاء الثاني وهو شفاء العسل. حينما ذكره ربنا سبحانه قال في القرآن الكريم شفاء للناس. إذن هذا الشفاء، شفاء العسل، هو شفاء لكل الناس بلا استثناء. الذي يتميز به المؤمن وهو مقام تشريف أنه يستثمر ويستفيد من الشفاء الموجود في كتاب الله العزيز. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين. إذن شرط الإيمان شرط أساس للانتفاع بآي القرآن ليحصل ذلك التناغم، ذلك الانسجام بين المستقبل للنص أو للرسالة القرآنية والقرآن الذي يرسل تلك الرسائل المهمة في حياة الإنسان، بل في تستغرق جميع مناحي الحياة. الآية الثانية تشرح ذلك. ربنا يقول في القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقوم صيغة تفضيل، صيغة تفضيل. أقوم في 4 مجالات أساسية. يهدي التي هي أقوم في مجال الإيمان والعقيدة. يعني حتى الإيمان ما يجي واحد يقول لك أنا أؤمن بطريقتي كما أريد، يتدخل الهوى، وكلما تدخل الهوى كلما حصل الدمار. لذلك نأتي إلى آية أخرى في سورة الجاثية يقرر ربنا سبحانه يقول وننزل من القرآن، لا مش هذه الآية، وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر ثم جعلناك، هكذا الآية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لا يمكن لأحد أن يدعي العلم المطلق الذي به يستطيع أن يحقق مقاصده ومصالحه. لذلك سبق الله عز وجل بدأ بقوله شريعة ثم جعلناك على الشريعة. الشريعة سميت أحكام الدين بالشريعة لاستقامتها وعدم اعوجاجها. إذن للتي هي أقوم في مجال الإيمان والعقيدة. جميل. عقيدة سليمة صحيحة. المجال الثاني في مجال العبادة، والعبادات من مقاصدها الكبرى إحداث ذلك التغيير الحقيقي في حياة الإنسان. تعلق الأمر بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو بالصوم لعلكم تتقون، أو بالزكاة أو بالحج. يعني جميع العبادات الكبرى المقررة في شرع الله عز وجل من مقاصدها إحداث ذلك التغيير من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، ويرتقي الإنسان المسلم في مدارج الكمال. ثم نأتي إلى المجال الثالث وهو مجال الشريعة، يعني أحكام المعاملات من بيع وشراء وزواج وإنفاق وميراث. جميع المجالات تأتي الشريعة تعطينا أجمل الأحكام وأهدى الأحكام فترشدنا إلى الطريق الأقوم. والمجال الرابع والأخير هو مجال الأخلاق والسلوك. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع مجالات الحياة. فالإنسان المسلم الذي يتشرب يعني هذه الآيات ويتفهم تلك الأحكام إن شاء الله تعالى سيتغير حاله إلى أحسن حال. ولكن قبل ذلك كله يجب أن يكون صاحب عزمات، صاحب عزيمة مؤكدة ليتغير من داخل النفس، لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم.